عندك سنة العراق، لأن ذول متأثرين بالمواكب والدق واللطم وبالمناسبات وبالأفراح، فما يقدرون يقعدون، يسوون أفراح دق ورقص أيام أبو حنيفة. وبعض سنة الخليج شوية يردوا لهم فرحة ونسة رقصة هزية وزة، أي شيء تحه منا ما في، لا في واحد طقمات، لا في واحد عرس، لا في واحد تزوج، يعني نتكلم بالتواريخ بالمواليد. فهو يريد له أي فرحة، ما عنده أي فرحة. فتشوف داخلين معركة طاحنة ومقاطع ومحاضرات وشاهد قبل الحذف، وهل الاحتفال بمولد النبي طبعا هو للإنصاف، يعني أنا أتكلم كسني موحد، هو بدعة. يعني هل عمر بن الخطاب رقص بمولد النبي؟ لا ما صار هذا الشيء. هل أبو بكر وعمر عملوا احتفال بمولد النبي؟ ما صار. والله احنا شيعة والله نختلف، يعني شيعة أيامنا كلها هي عبارة إما دق ولا طم وإما دق ورقص. الدق موجود، بس تارة يصير دق ولا طم، تارة يصير دق ورقص، هي أي شيعة. أتكلم يعني بصورة عامة. لكن السنة ما عندهم هذا، يعني هذا للإنصاف، هذا ليس من الفكر السني، ليس من الفكر السني. يعني أنا أكون منصف، ليس من الفكر السني أنك تحتفل بمولد النبي، هذا ليس من الفكر السني. أي نعم، أنك تكون إنسان شخص سني موحد متبع لسنته لكتبه لأنبيائه لرسله، هذه خرابيط. أما أنه أنت تسوي احتفال حسب الدين السني هذا لا يجوز. والبعض يحاول من السنة أن يحتفل بالمولد النبوي، لأن مو لاقين عندهم فرحة أبد، مو لاقين عندهم فرحة أبد. هذه أنا مرة